بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل 3 ومشى 4. باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمسى، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Selain pada Quraisy lah, kembali kepada Arafah. Mereka mengatakan bahawa duduk Muzdalifah sebab Muzdalifah tanah haram. Kami ni orang mulia, okay? Kenapa kena duduk di tanah halal? Kami duduk di tanah haram. Orang lain biar duduk tanah halal. Maka Allah Ta'ala pun kata tak wukuf di Arafah. Tanah halal pun tanah halal, tapi itu adalah ibadat. قال حدثنا أبو بكر بن أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمسة والحمس قريش. Semuanya telanjang. Mereka mensyaratkan siapa-siapa nak tawaf, dia kena beli pakaian daripada Quraisy. Kalau tak mampu, maka telanjang. والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس حمس ثيابا فيعطي الرجال والنساء النساء، وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيض من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقل جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمس، فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمس. باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيح بالبطهاء، فقال: أحججت؟ فقلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئذ، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
وبلا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وذكر نحوه. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقط من هدي؟ قلت لا. قال فتل بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلا فتفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر. Maknanya dia apa je? Dia tamattu'. Dia tamattu'. Sedangkan Sayyidina Umar tak. Sayyidina Umar fatwa tak semua kena buat haji ifrad. Dia haji tamattu'. Sebab tu dia dia sudah Safa Marwah, lepas tu dia pergi dia sikat rambut dia. Maknanya dia halal lah. Dia tamattu'. Maka fa inni laqa'imun bil mawsimi idh ja'a rajulun faqala innaka la tadri ma ahdatha amirul mu'minin fi sya'nin nusuki. Abu Musa sabar sebab Abu Musa duk Yaman. Dia mari ataupun di Kufah. Dia mari di Madinah, dia kata sabar dulu, jangan gaduhi fatwa berkenaan dengan tamattu'. Sebab Umar ada benda baru hak berkenaan dengan haji ni, dia lari tamattu', dia lari qiran, dia nak suruh buat ifrad. Nah, sahabat lainnya adalah tak berhati. Tapi pendapat Umar radhiyallahu taala anhu supaya orang tak lupa. Boleh, sebab biasa duk buat tamattu', duk buat qiran, orang tak tahu berkenaan dengan ifrad, maka dia suruh buat ifrad. Okey. فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئذ فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نهر الهدي. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halal sehinggalah dia sembelih al-hadi. Bila? Pada 10 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pecah kain ihram dia sampailah 10 Zulhijjah. Kenapakah kamu pecah? Dan kamu pergi sisir rambut, mandi gapo gini, setuh puai gapo gini. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila? 10 Zulhijjah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qiran ataupun apa orang panggil ifrad. Dia inilah dia macam nak kata, kenapakah kita buat tamattu'? Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 Zulhijjah barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah pakaian ihram apa semua. Wabila qala hadatsani Ishaq bin Mansur wa Abd bin Humayd qala akhbarana Ja'far bin Aun qala akhbarana Abu Umays an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani ila al-Yaman qala fawafaqtuhu ila al-fil 'am alladhi hajja fihi faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Musa kayfa qulta hina ahramta qala qultu labbayka ihlalan ka ihlal an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hal suqta hadiyan faqultu la qala fantaliq فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل ثم ساق الحديث بمعنى حديث شعبة وسفيان. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفطي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتيات. متعة sini maknanya haji tamattu' lah. Ayat dah tadi muta'ah kena berarti 3. Nah, muta'ah nikah muta'ah. Yang kedua muta'ah cerah. Tahu kan muta'ah cerah? Sagu hati kalau dicerah. Tu kita panggil muta'ah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Yang tu wa matti'uhunna. Yang ketiganya adalah ni. Haji tamattu'. فقال له رجل ويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بينهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. Aku tak suka mereka duk mu'risin, maknanya duk ngapuai. Boleh? Duk lepas tu pergi haji tu dalam keadaan basah lagi kepala baru sudah mandi wajib. Nah, sudah dulu 8 Zulhijjah. Je tak tahu lagi, tak nampak lagi. Ni kedak haji dak. Duk dengar.
باب جواز التمتع يبين قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكننا كنا خائفين. وبه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد وذكر مثله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. Saudara sudah siap? Nuah gimana? Adik kata betul lah. Tak apalah. حاضر. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. Baca dah ni ya. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. Inilah itu. Maknanya haji tamattu ni adalah untuk sahabat Nabi je. Tak ada orang lain kena ifrad. Ada lah masih kekal. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. وبه قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج. Dua-duanya khusus bagi sahabat. Muta'atul haji, moga-moga apa yang dimaksudkan oleh Abu Dzar adalah haji yang mana dinasahkan, haji yang dinasahkan kemudian umrah. Sebab para sahabat dia pergi haji mufrad, haji ifrad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata tak buat umrah. Ni sebahagian buat umrah. Boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memfasahkan haji, membuat buat umrah. Jadi sini idkhalul umrah fil haji. Nah, yang ni khusus bagi sahabat. Yang moga-moga ni adalah maksud Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Adapun idkhalul haji fil umrah tak ada masalah. Yang masalahnya adalah idkhalul umrah fil haji. Yang tu yang masalah. Boleh. Jadi moga-moga maksud Abu Dzar di sini muta'atul haji di sini, moga-moga yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memfasahkan haji sebahagian atau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata buat umrah. لا. وبلا قال حدثنا كتبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أرجع العمرة والحج العامة فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال كتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم. وبلا قال حدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفازاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة. وبلا قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية. وبلا قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثه ما في حديث سفيان المتعة في الحج. وبلا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال لي عمران بن حسين إني لا أحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. وبه قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري
عن الجريري بها في هذا الإسناد. وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وبه قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال لي عمران بن حسين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. Kemudian وقد كان يسلم علي malaikat. وقد كان يسلم علي حتى اكتويت. Malaikat duk salam kepada aku sehinggalah aku mati. Sehinggalah aku buat kai. Apabila aku kai faturiktu, aku ditinggalkan. Malaikat tak dah salam ke aku. Summa taraktul kayya, kemudian aku tinggal kai, maka fa'ada, malaikat pun salam kepada aku. Dia dengar malaikat salam kepada dia. Nah. Ni apa dah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Imran ibn Husain. Nah. Radhiyallahu taala anhu. Al-kai tahu ke? Hak dia bakar tu, lepas tu dia apa? Sakit contohnya kudih ke apa gini nak mati kumeh, dia panah besi lepas tu perubatan yang dulu. Jadi malaikat tak mari dekat dengan dia lepas dia kai. Lepas dia tinggal kai, maka malaikat pun mari balik. Tapi ikut mu lah. Mu nak ikut Umar ke? Ikut mu lah. Dia nak ayat gitu sebenarnya. Nak ikut Umar ke? Hak kata tak bui haji muta'ah ke? Haji tamattu' ke? Ikut. Tapi aku nak ayat malaikat salah ke? Tak lalu. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال لي عمران بن حسين بمثل حديث معاذ. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء. Sedap dia ke? Sedap dia. Kalau aku mati kau ya. Tapi kalau aku hidup jangan cerita. Takut juga kau Sayyidina Umar. وابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمره ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برايه ما شاء. وابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء. رجل itu maknanya kepada Sayyidina Umar. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. Rasulullah SAW tidak tamattu'. Rasulullah SAW amara bitamattu'i. Maksud tamatta'a Nabiullah adalah amara bitamattu'i. Okay, isnad majazi ke? Majaz akli. Tamatta'a Rasulullah maknanya amara Rasulullah SAW bitamattu'. Rasulullah suruh tamattu'. Sebab Nabi SAW kiran. Nabi haji Nabi sama ada kiran ataupun ifrad. Ifrad mula-mula lepas tu kiran. وبه قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم عن ابي رجاء قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء. Boleh awak teka ni saja. Gapo hukum mut'ah? Wajib muta'ah ni nak yakwi. Muta'ah apa? Muta'ah ni. Gapo dia panggil? Muta'ah lepas cerai wajib. Mana? وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها.
Wabila qala babu wujubi ad-dami 'ala al-mutamatti'i wa annahu idza 'adimahu lazimahu shawmu 3 ayamin fil hajj wa 7 idza raja'a ila ahlihi. وبلا قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت بالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل منه شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada qiran atau ifrad. Sebab surah ni surah iqran apa qaran ataupun ifrad. Kalaulah surah tamattu tak ada. Wal yuqassir wa yuhallil thumma yuhilla bil haji. Barulah niat haji. ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وبلا قال حدثني عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه مثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت. Orang lain tahlul aku dah, mu tak tahlul apa? Mana min umratika qalat inni labbattu ra'si wa qallattu hadyi fala ahillu hatta anhara. Tak halal lagi sampailah 10 Zulhijjah. Nah, apabila aku tahu apabila aku buat 2 daripada 3 perkara maka aku tahlul awal. Aku tawaf ifadah khalas selesai haji. وبلا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنهم قالت قلت يا للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هديي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنهر. وبلا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي عبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حاجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر هدي. Allahumma salli ala Muhammad. Orang Malaysia buat tamattu' kan? Kalau tak silap kalau mari awal memang biasanya tamattu'. Bukan dia kita nak nunggu je. Kita sampai 1 Zulhijjah. Sampai di Mekah. Nak tunggu sampai 8 9 dalam keadaan ihram. Khalas kita tamattu'. Nah. Kita sapa, kita buat umrah dulu, selesai. Maknanya kita boleh pecah baju ihram kita ke begini, kita buat hijrah kita ke begini-gini. 8 Zulhijjah kita niat. Boleh. Pergi di Mina, lepas tu 9 Zulhijjah kita pergi Arafah apa semua tu. Nah, kalau tidak, kalaulah kita buat ifrad, boleh kita kena nunggu tu dalam haji tu. Nah, sapa 1 bulan kan. Nak sapa pula 9 Zulhijjah tu.
Berapa ekor kambing dah situ tu. Bab bayani jawaz at-tahallul bil ihsar wa jawaz al-qiran. Wa bila qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kharaja fil fitnati mu'tamira wa qala in sudidtu 'anil baiti sana'na kama sana'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja fa ahalla bi umratin wa sara hatta idha dhahara 'ala al-bayda iltafata ila ashabihi fa qala ma amruhuma illa wahid. Dia kias. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang daripada umrah. Dia dihalang daripada haji. Maka dia kata faqala ma amruhuma illa wahidun. Maknanya dia kias. Dia kias umrah dengan apa, dia kias haji dia diskat daripada masuk haji. Rasulullah diskat masuk umrah ketika Hudaibiyah kan. Maka dia kata ma amruhuma illa wahid. Dia kata sama ni. Oh, dia kias. Nah. Siapa dia kata kias pada agama tak boleh? أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة وسبعا لم يزل عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا واحد يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن سالم وسالم بن عبد الله كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن زبير. Hajat nak perang dengan Ibn Zubair. Qala la yadurruka alla tahujjal 'am. Tak suruh pergi haji lah sebab Ibn Umar dia pergi haji setiap tahun. Dia kata tahun ni dia kata tak payah pergi haji lah dia, anak-anak dia. Tak payah pergi lagi ni fa inna nakhsha an yakuna bainan nasi qitalun yuhalu bainaka wa bainal bait. Takut orang perang, aku tak boleh nak masuk Baitullahil Haram. Qala fa in hila baini wa bainahu fa'altu kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu hina halat kuffaru Quraisy bainahu wa bainal baiti. Mana ni? Ketika Hudaibiyah. Washidukum anni qad awjabtu umratan maka tu aku telah mewajibkan atas diri aku umrah. Pergi juga. فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج وأشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. Maka dia pun buat haji. Kita kata dah adik idkhalul haji fil umrah tak ada masalah. Tak ada masalah. Maka dia buat qiran. فانطلق حتى ابتاع بكديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. Ini tak halal lah. Kalau buat qiran, dia akan selesai 10 Zulhijjah. Paling cepat. Waktu paling cepat tu kita kecap paling cepat. Sebab ada je orang tak ada nak tawaf pada 10 Zulhijjah, dia boleh tawaf hari-hari lain. Cumanya mula tawaf tu 10 Zulhijjah, tawaf ifadah. وبلا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. وبلا قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا كتيبة واللفظ له قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشركم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد اشهدوا قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بكدير ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق. Tadi dia tawaf, dia qadimah Makkah fatafa bil bait. Ni adalah tawaf kudum. Wa bis safa wal marwah ni adalah sa'i rukun ni. Boleh je. Ni adalah sa'i rukun. Ingat, sa'i dia kena selepas tawaf yang sahih. Boleh. Dia tawaf kudum, lepas tawaf kudum dia pun sa'i rukun. Jadi 10 Zulhijjah tu dia tak letih dah. 10 Zulhijjah tu dia tawaf ifadah saja. Dia tak kena dah apa sa'i rukun. Tu maksud tertib pada mu'zam. Maknanya sa'i ni dia boleh duduk depan. Dalam haji kan dia tertib pada mu'zam, bukan pada tertib sungguh. Kan pada umrah kan kena tertib ikut turutan kan. Tapi pada haji boleh kita mentakdimkan sa'i rukun berbanding tawaf ifadah. Tawaf ifadah 10 Zulhijjah. Tapi boleh saja kita mentakdimkan kepada kita mentakdimkan sa'i rukun tu
selepas tawaf kudum. Kita mari kita tawaf kudum, lepas tawaf kudum kita sa'i. Di antara Safa Marwah ni adalah apa orang panggil? Sa'i rukun. Kenapa? Ada. Lepas pada sa'i. Lepas pada sa'i, tunggu. Kalau dekat dah, kalau 7 hari bulan, tak boleh pecah. Tak boleh pecah sebab dia kiran. Dia kiran, maka kena buat gitu. Kiran dengan mufrid dia kena buat gitu. Dia kena tunggu. Okey, tapi kalau orang tamattu, dia gitu dia buat umrah dulu. Selesai dia gunting rambut, khalas dia boleh pecah baju. Tapi kalau orang kiran dengan orang mufrid, dia kena tunggu. Tapi dia selesai dah sarukun. Rukun yang pertama iaitu dia telah sa'i. Okey, pada 10 Zulhijjah tu, nanti di lepas 10 Zulhijjah ada ran haq tu, nahar, ran ramyu, nahar, ran halaq dengan tawaf. Okey, 3 perkara lah. 3 perkara, nahar ataupun tawaf ataupun ramyun. Entah telah ramyun ke? Ramyun, alhamdulillah. Melontar dah tadi. Okey, pergi tawaf dah. Kalau pergi tawaf, sudah tawaf, beres, selesai, boleh tahallul awal. Lepas dah baju. Semua halal melainkan jima' saja. Boleh. Kemudian entah pun sudah dah. Entah halak, entah telah sembelih dan entah telah tawaf. Maknanya entah selesai. Semua. Tunggu kau tu jelah. Boleh, tunggu melontar jelah. 11, 12, 13. Yang wajib lagi tak buat. Itu bukan rukun. Tapi haji entah telah selesai. Mana dia jadi? mana? وبلا قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أبو كامل قال حدثنا حماد وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. وبلا قال حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رواية يحيى قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. ففي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وبلا قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر فحدث بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا ما تعدوننا إلا صبيانا. Mu anggap aku ni budak lagi ke? Dan sebab apa? Sebab Sayyidina Anas ketika ni umur 20. Umur 20 tahun ketika haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah haji tu dia masih lagi umur 20 tahun. Sayyidina Abdullah bin Umar pun serupa. Dia tanya ni. Betul ke Nabi? Gitu pelaga orang syair. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu labbaika umratan wa hajja. Sebenarnya dua-dua betul. Dua-dua apa? Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dengan mufridan. Lepas tu sampai pada satu tempat Nabi Jibril mari dia kata masuk qad dakhala al-hajj fil umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata labbaika bi hajjatin wa umrah. Nabi pun kiran. Nabi mula dengan ifrad, Nabi berakhir dengan kiran. Jadi dua-dua perkataan Anas dan perkataan Ibnu Umar dua-dua betul. وبه قال حدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة قال فسألت ابن عمر فقال أهللنا بالحج فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر قال كأنما كنا صبيانا. Ingat kita budak kita ni tak tahu apa Nabi buat. Alakulah.
باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عن بثار عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. Sedap. Mu nak ikut Ibn Abbas kau nak ikut Nabi? Sampai dulu ada ayat ni je. Nabi SAW tawaf tu tawaf ke apa? Tawaf kudum. Nah, bukan tawaf rukun. Kalau tawaf rukun, betul lah perkataan Ibn Abbas tu. Maksud Ibn Abbas adalah tawaf rukun. Tak boleh datang, tak boleh kita buat sehinggalah kita pergi di mauqif. Kita pergi di sudah di Mina, sudah di di Arafah. Lepas tu 10 Zulhijjah, lepas kita pergi di Muzdalifah, lepas tu kita pergi Mina melontar, lepas tu pagi tu baru kita pergi tawaf. Betul lah perkataan Ibn Abbas. Dia perkataan Abdullah bin Umar betul juga. Nah, Rasulullah tawaf kudung, bukan tawaf kepada tawaf ifadah. Jadi dua perkara yang berbeza. وبلا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج فقال ما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ الله. ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. طواف ni adalah tawaf kudun. Sa'i ini adalah sa'i rukun. Fasunnatullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an tattabi'a min sunnati fulanin in kunta sadiqa. Fulan tu Ibn Abbas. Wabila qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar qala sa'alna Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'an rajulin qadima bi umratin fatafa bil baiti wa lam yatuf baina as-safa wal marwati ayati imra'atahu faqala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfa al-maqami rak'atain wa baina as-safa wal marwati sab'a wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Boleh saja kalau dia tak sa'i, tapi dia letih nanti. Dan kalau dia tak sa'i rukun masa ni, dia kena sa'i rukun lepas tawaf ifadah. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال وابو الربيع الزهراني قال عن حماد بن زيد وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. وبه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أحيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. tak boleh. Nah, tak halal kecuali dengan haji. Sudah haji, maknanya kena tawaf ifadah, kena selesai belaka dulu. Qultu fa inna rajulan kana yaqulu dhalika qala bi'sa ma qala fatasaddani ar-rajulu fasa'alani fahaddathtuhu faqala faqul lahu fa inna rajulan kana yukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad fa'ala dhalika wa ma sha'nu Asma'a wa Az-Zubairi fa'ala dhalika. Qala faji'tuhu fadhakartu lahu dhalika faqala man hadha faqultu la adri. Qala fama baluhu la ya'tini bi nafsihi yas'aluni adhunnuhu iraqiyan. Qultu la adri. Qala fa innahu qad kadhaba qad hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna awwala shay'in bada'a bihi hina qadima Makkah أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان ولا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. Sebab apa? Sebab dia buat kiran ataupun buat ifrad. Memanglah kalau lepas dia tawaf kudum, lepas tu dia tak buat sa'i di antara Safa dengan Marwah, dia pecah ke baju? Dia tak akan pecah.
sebab dia qiran ataupun mufridan. Kalau dia mutamatti'an, tadi dia tawaf kudun dengan tawaf umrah, lepas tu dia pun pergi apa panggil, dia pergi sa'i, lepas tu boleh tahallul, boleh pecah baju. لا تحلا وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت وهي وأختها والزبير وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أخشى أن أثب عليك. وبه قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك. Dah muka bini ke? Gulawai tak halal. Hak ni tak halal lagi. Az-Zubair dia tak halal lagi. Bini dia halal dah. Boleh? Dia masuk kat Zubair tu. Dia kata, jauh sikit. Jauh juga. Lepas tu bini dia pun tanya, atakhsha an athiba alaika? Takut ke aku terkaimu? Jangan je. Bini hak uduh jadi comel tanya haji ni. وبلا قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أحللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله باب في متعة الحج. وبلا قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. ابن الزبير تأوي muta'atul haji, dia tak pergi haji tamattu'. Kata mudah ya. Ibn Zubair tak pergi ke? Mugi kat mak dia Asma bint Abi Bakr. Mak dia pergi. Nah, fas'aluha, mu tanya dia. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وبلا قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء لا متعة الحج. وبلا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. وبلا قال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل. باب جواز العمرة في أشهر الحج. Tak ada masalah pun. Orang Quraisy tak pergi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi. وبلا قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى كانوا يرون أن أشهر الحج من أفجر الفجور. Dia kata benda paling teruk. Boleh. dosa paling berat sekali fil ard. Wa yaj'aluna al-muharrama safara wa yaquluna idza bara'a ad-dabar wa 'afa al-athar wa insalakha safar
halatil umratu liman i'tamar. Faqadima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atin muhillina bil haji fa amarahum an yaj'aluha umratan. Fata'adhama dhalika 'indahum faqalu ya Rasulullah ayyul hilli? Qala al-hillu kulluh. Ini maksudnya fasakh. Ada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mari dalam keadaan haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membatalkan adat orang Quraisy ni, orang kafir ni, maka Nabi kata, hak buat haji tak ada ke? Ada sekelompok buat haji, fasah haji, buat umrah. Buat umrah pada musim haji. Nak kritik orang Arab dululah. Jadi perbuatan mengfasakh tu, yang tu adalah khusus bagi sahabat saja. Boleh. Adapun perbuatan kita lah ni, kalau kita nak pergi terus, kita buat umrah dulu, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. وبلا قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضينا من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وبلا قال حدثنا هو إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج. وفي حديثهم جمعا فصلى الصبح بالبطحاء خل الجهضمية فإنه لم يقله. وبلا قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. وبلا قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طواء وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا حمزة الضبعي قال تمتعنا فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألته عن ذلك فأمرني بها. قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فآتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم. Walaupun Umar tak wui. Tapi dapat Umar tak berani lah ke? Babu taqlidil hadyi wa isy'arihi 'inda al-ihram. Taqlidul hadyi maknanya kita apa? Rata tu kita sakut tekak. Tekak utah. Isy'arul hadyi maknanya kita toreh. Di bongo dia tu kita toreh. Itu maksud isy'ar. Sunat isy'ar di sisi Syafi'iyah. Boleh haram di sisi Hanafiyah. Lah ni orang tak buat dah isy'ar tu. Sunnah yang ditinggalkan. Boleh. Lah ni orang seperti belaka. Orang seperti tanda kan. Sebab isy'ar tu nak bagi tahu ni adalah binatang yang untuk disembelih untuk Baitullahil Haram. Jadi orang tak kosek. Nak tanda lah isy'ar. Isy'ar tu kan i'lam, nak bagi tahu. Tapi lah ni kan orang guna seperti belaka. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها من نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت
قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل قال سنة نبيكم وإن رغمتم. Nah, apa dia ni? Tamattu' kan? Siapa tawaf bil bait, dia halal khalas. Nah, kata dak, yang ni adalah sunnah nabiyikum. Nah, walaupun kamu tak suka, ini adalah sunnah Nabi. Ataupun orang yang selesai dah amalan dia. Boleh, pada 10 Zulhijjah tu, dia tawaf, selesai dah. Betul lah. Nah. وبلا قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمره قال سنة نبيكم وإن رغمتم. Maknanya ni ada tamattu', tawaf selesai boleh pecah baju. Lepas tu tunggu pula niat haji nanti. وبلا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حلا. قلت لعطاء من أين تقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. باب التقصير في العمرة. Gunting rambut pada umrah. Apabila qala hadatsana Amr bin Naqid qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Hujair an Tawus qala qala Ibn Abbas qala li Muawiyah a'alimta anni qassartu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda marwati bi mishqasin faqultu lahu la a'lamu hadha illa hujjatan 'alayk. Apabila qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ibn Jurayj qala hadatsani Al-Hasan bin Muslim an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Muawiyah bin Abi Sufyan akhbarahu qala qassartu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi mishqasin wa huwa 'ala al-marwati aw ra'aituhu yuqassiru minhu bi mishqasin wa huwa 'ala al-marwati. Dan ni ada dah kan? Khidmat gunting rambut. Saksi ni ada? Free Free kau kena bayar? Free. Ya. Kau tapi daripada rumah kita jangan kerja. Dekat sikit lah. Dekat sikit lah. Kau dah lepas. Oh, dia tak botak. Tapi itu boleh halq. وبلا قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد العالى بن عبد العالى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسرق بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. بلا هاي تروية جو هاي تروية بلا oi Arafah bismillah ngagut tu tarwiyah lah apa mana kau naik tu. وبلا قال حدثنا حجاج بن شاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. وبلا قال حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعملناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. Muta'atain itu kan muta'atul haji dengan muta'atul nisa. Ala kulli hal Allahumma salli ala tadi nak yang apa dah? At-tarwiyah jo. Kenapakah dipanggil hari tarwiyah tu hari tarwiyah? Tarwiyah ni maknanya at-tarawih kan? Dia ambil daripada hilal dahaga kan? Sebab orang dahulu pada hari tarwiyah ni lah mereka akan bawa air sumber air apa pergi di Mina. Nah, maka dipanggil hari ke-8 itu adalah hari tarwiyah. Nah, air bekas sumber ambil air aku air Zam-Zam ke apa gini, dia akan bawa pergi di Mina. Babu ihlan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiyah. Oh, dekat dah jo. Dekat dah Kitabul Haji nak ambil. 50 muka sekarang. وبلا قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي
لا أحللت. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد وذكر مثله غير أن في رواية بهز فلحللت. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن سهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. وبه قال حدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق حميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وأبي قال حدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقل وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لينثينهما. وبه قال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد وذكر مثله قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيده. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. Berapakah Nabi SAW buat umrah? Berapa kali umrah tu? Bukan umur Nabi, dah Umar. Umar tu adalah jamak kepada umrah. Nabi SAW buat umrah 4 kali. Semuanya di Dzulqa'dah melainkan satu je. Haji hak sekali dengan haji. Umrah Nabi 4 kali, semuanya di Dzulqa'dah kecuali yang sekali dengan haji tu. Okey, yang pertamanya adalah Hudaibiyah. Umrah Hudaibiyah. Okey, lepas Hudaibiyah tak jadi masuk kan? Ni umrah pertama. Umrah yang keduanya adalah Umratul Qadiyah. Hudaibiyah tahun ke-6, Qadiyah tahun ke-7. Okey. Lepas tu berlakunya Fathu Mekah tahun ke-8. Lepas berlaku Fathu Mekah, maka berlakunya perang Hunain, lepas perang Hunain perang Taif. Lepas perang Taif Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke Ji'ranah pada bulan 11. Bulan Dzulqa'dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sambil-sambil orang duk kumpul harta rampas perang tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil peluang untuk pergi buat umrah. Itu adalah umrah Nabi ketiga dan umrah Nabi keempatnya dengan haji, sekali dengan haji. Ni 4 umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبلا قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنسا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل من ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حجة واحدة واعتمر 4 عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب. وبلا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم قال كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق بمكة أخرى. وبلا قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبره قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قال نعم. فقلت لعائشة أي أمته ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وأنه لمعه. قال وابن عمر ليسمعوا فما قال لا ولا نعم سكت. وبلا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى هجرة عائشة والناس يصلون
يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 4 عمر إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. Kuat mana? Boleh. Maknanya orang gosok gigi tu dengar. فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط. باب فضل العمرة في رمضان. اللهم ارزقنا. وبلا قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو والديها وابنهما على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة fihi ta'dilu hajjah. Sebab satu umrah sama dengan sekali buat haji. Pahala lah. Tak gugur haji Islam tu. Kena buat juga je. Pahala tu serupa dengan pahala haji. Hak tu jadi ramah tu orang duk kacau. Sebab hadisnya hadis sahih. وبلا قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال فعمرة في حج تقضي حجة أو حجة معي. تسلق lagi حجة معي maknanya haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. باب استحباب دخول مكة من الثانية العليا والخروج منها من الثانية السفلى ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها. وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس فإذا دخل مكة دخل من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى. وبلا قال حدثني زهير بن حرب قال محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر وجميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وبلا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا maknanya apa dia? Masuk dengan harapan kita tinggi bahawa Allah Ta'ala ampunkan dosa kita kan? Keluar daripada hak rendah dengan kita i'tiqad yakin Allah Ta'ala telah ampun dosa kita. Boleh je? Tak boleh ulat lah. وبلا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. Nak tahu tu buka dalam Mughni Muhtaj. باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ولدخولها نهارا. وبلا قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى أو قال حتى أصبح. وبلا قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وبلا قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس عن ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ولكن أسفل من ذلك على أكمة عظيمة غليظة
وبلا قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم. باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج. Mana? Dekat dia tawaf. Nak kena tengok. Khilaf mazhabnya, mazhab kita, adakah ni daripada manasik ataupun dia ni bukan. Kok Abu Qubais. Kalau kita gak kok bukan. Kalau tahu tak dia bertentangan dengan ajiat. Bukan. Ke misfalah kok ni. Ke apa misfalah ke apa lalu kok kelak tahu ke? Misfalah tu. Kok kelak tahu tu misfalah. Ajiat tepi dia. Ajiat ada dua. Okey, kok nisa. Tak bertentangan tu. Bertentangan dengan ni. Bertentangan dengan ajiat. Ni ke? Ni ke kelak tahu. Sini ke tu? Sini ke apa panggil? Sini misfalah. Ajiat kok ni. So ni ajiat. Mana kok ni? Kok atas ni. Ni kubur lama untuk Nabi tu. Kalau kubur kok ni? Kubur hotel Hilton ke? Hitam baru. Tak tahu kok hitam baru mana? Baru tu dekat hotel berkembal. Tapi tahu siah baru ni. Dia tepi kau tu dah ni. Dekat dengan apa? Jo blank. Tak boleh aja. Nanti insyaAllah. Buat luar kami. وباب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج. وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3. maknanya Nabi SAW lagi cepat sikit. ومشى 4 وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبلا قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ثم يمشي 4 ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وبلا قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب 3 أطواف من 7. وبلا قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. وبلا قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وبلا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. وبلا قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر. وبلا قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجهدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف ومشى 4 أطواف أسنة هو
فإن قومك يزعمون أنه سنة قال فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة قال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيع أن يطوفوا بالبيت من الهزال. Ni bila ni? Ketika Umratul Qadha tahun ke-7. Ketika Hudaibiyah tahun ke-6 tu mereka dihalang masuk, maka dia perjanjian tak boleh masuk tahun ni, kena masuk tahun depan. Boleh? Tahun ke-7. Maka apabila tahun ke-7 tu mereka masuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka naik di atas bukit Jabal Abi Qubais semua ataupun Jabal Khandamah tu. Mereka tengok situlah. 3 hari mereka bui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat untuk dari Mekah. Buatlah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia lari sikit. Boleh, sebab dia kata Muhammad dengan sahabat-sahabat dia tu lembek dah tu, sebab duduk di Madinah ke Ardul Wabak. Dia dulu ke Ardul Wabak sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, Nabi doa pindah Wabak tu pergi Juhfah. Kita lalu dah hadis awal-awal lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah balak yang ada di Madinah tu pergi Juhfah, penyakit tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gitulah. Lari sikit. Boleh biar nampak. Lepas tu tai berlindu belakang Kaabah tu mereka tak nampak. Jalan seperti biasa. Lepas tu lari pula. Ala kulli hal. Maka macam mana? Qultu lahu mana tadi? Min al-huzal wa kanu yahsudunahu qala fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yarmulu 3 wa yamshu 4. Qala qultu lahu akhbirni 'an at-tawaf baina as-safa wal marwati rakiban asunnatun hu. Macam mana kalau naik tunggangan? Sunnah ke tak? Ketika ketika saya boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kalau dulu naik utal lah ni naik skuter. Kalau dulu naik skuter lah ni naik golf cart dah. Tak relax. Tapi 300 kok. Nak cari mana je. 300. Umrah siap package. Bayar 300. Duduk atas tu kan. Tidur taubat tapi tak ada feeling. Kalau muda-muda gagus-gagus ni tak sedut naik. Kalau tidur? Kalau tidur? Tidur tak ada masalah. Kalau tertidur? Tertidur. Tak ada masalah. Ada masalah kalau ni. Nanti nak cari mula. Rasanya tak ada masalah. Mana tadi? Fa inna qaumaka asunnatun hu fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunnah. Qala sadaqu wa kadhabu. Qala qultu wa ma qawluka sadaqu wa kadhabu. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathura alaihi an-nasu yaquluna hadha Muhammadun hatta kharaja al-awatiq min al-buyuti. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudrabu an-nasu bayna yadayhi falamma kathura alaihi rakiba wal mashyu was-sa'yu afdal. Wal mashyu was-sa'yu afdal. Maknanya kalau kita jalan ataupun kita lari, yang tu lebih afdal. Maknanya orang tengok belakang. Mana sah Rasulullah? Orang tak nampak. Maka Nabi SAW tungganglah unta. Maka orang nampak lah. Tu. Orang terus akan tengok. Tu Nabi Muhammad. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد وذكر نحوه غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يكن يحسدونه. وبلا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة قال صدقوا وكذبوا. وبلا قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي. قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون. وبلا قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. Melemahkan mereka. Wahanat maknanya dha'afathum. Qala al-musyrikuna innahu yaqdamu alaikum ghadan qaumun qad wahanathumul humma walaqu minhum shiddatan fajalasu mimma yalil hijra wa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yarmulu 3 ashwatin wa yamshu ma baina ar-ruknayn liyara al-musyrikuna jaladahum. Maknanya tengok kuat. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. Lebih kuat tu.
قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وبلا قال حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبدة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمر بالبيت ليوري المشركين قوته. باب استحباب استلام الركنين واليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. Sebab yang tu adalah qawaid Ibrahim yang masih kekal lagi mengikut acuan Nabi Allah Ibrahim. Yang lain tu adalah acuan Quraisy. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بين من البيت الا الركنين اليمانيين. وبلا قال حدثني ابو الطاهر وحرملة قال ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من اركان البيت الا الركن الاسود والذي يليه من نحو دور جمحيين. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليمانية والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال ما رأيت رسول الله ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وبلا قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دماعة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. Anas secara pribadinya duduk lagi boleh sentuh lah, pernah sentuh tapi cium tu tak pernah. Nah, biarlah je boleh, takut menyakiti hati orang. Nah, takut kita terubah. Kalau sampai situ memang tak jejak dah, memang terubah. Saksian kita ditolak oleh orang tak masuk. Masuk. Ya. Lagi apa? Lagi ke apa tepi dia orang ni? Multazam. Multazam. Nak tolak dia pun siapa yang tak suka. Betul. Tijing. Tijing tu pun masuk tangan lagi. Ya. Berkat je. Wabila qala hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb Pak Darana besar, Pak Darana besar sungguh. Cak dia 3 orang. Besar, upepeng. Besar tu, gi tu masuk tu gala. Balik dia main. Kena akak kau orang. Kena akak kau tak Arab. Dia tu besar dah ke. Body Ustaz Nazrul. Besar besar 3 orang pula tu. Pergi tempat apa gini. Kena ke apa? Kena akak kau tak Arab. Demai balik. وبلا قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. وبلا قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. وبلا قال حدثنا خلف بن هشام والمقدم وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب. رأيت الأصلع sedap dia. Aku tengok al-asla'. Tahu al-asla'? Botak depan. Al-asla' ni. Rambut tak ada. Sedap lalu. Yani Umar bin al-Khattab. Sedap dia. يقبل الحجر وهو يقول والله إني لا أقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدم وأبو كامل رأيت الأصيلع. Maknanya sikit-sikit baru gugur depan. Profesor dah.
وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر وهو ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما أقبلك. وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال جميعا عن وقيع قال أبو بكر حدثنا وقيع قال عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر بن قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكحفية. وبلا قال حدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بكحفية ولم يقل والتزمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.